السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله يا بنات هنعمل كده مع بعض صينية الفراخ الجميلة. سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. يعني طبعا هنغير شوية بين ما اننا احنا بنعمل الفراخ دايما بنسلقها في مية ودايما بنعملها صينية بطاطس بعصير طماطم. لا، احنا النهاردة هنعملها من غير بطاطس ومن غير عصير طماطم، وان شاء الله النتيجة هتطلع معاكي ممتازة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الفراخ ازاي. انا كده عندي الفراخ يا بنات، انا غسلاها كويس جدا يعني ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. وبعد كده انا عندي هنا بصل مقطعاه صغير، وعندي التوم برضو مقطعاه صغير كده زي ما انتوا شايفينه، والطماطم مقطعها صغير، وعندي قرنين فلفل حامي. وبعد كده عندي تاني بصل برضو مقطعاه شرايح، وطماطم مقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفينهم كده. ده كل اللي هنستخدمه للفراخ. بعد كده اول حاجة هبتدي بيها هنزل على البصل والطماطم زي ما انتوا شايفينهم كده بمعلقة من الكمون. الكمون ده طبعا عليه التوابل كلها، ملح على كمون على فلفل اسمر. وبعد كده هنزل عليهم برضو بشوية تاني من الملح، وهنقلب كل التتبيلة دي كده مع بعضيها عشان خاطر ان احنا نتبل بيها الفراخ الاول. بكده ما شاء الله قلبت كل التتبيله اهي مع بعضيها يا بنات. وبعد كده هجيب بقى التتبيله ديت هحشي بيها الفراخ بين اللحم وبعضه، وهحشي تحت الجلد زي ما انتوا شايفينهم كده اهو. انا كده تبلتهم كويس جدا. وبعد كده هركن بقى الفراخ عندي على جنب، وهجيب الصينيه اللي هعمل فيها الفراخ. هبتدي بقى ان انا ارص كده البطاطس، معلش البصل الشرايح والطماطم الشرايح اهو كده. هبتدي ان انا ارصهم كده في الصينيه. ما شاء الله يعني الفراخ دي ما خدتش مني وقت خالص، وعملتها بكل سهوله وكل بساطه، والفراخ طلعت مستويه جدا وطلع يعني طعمها جميل جدا يا بنات اهو كده ما شاء الله. يعني رصيت البصل والطماطم، وبعد كده هنزل عليهم بقرنين الفلفل الحامي. طبعا الفلفل دوت بيديها طعم جميل جدا اهو كده ما شاء الله. وبعد كده هنزل عليهم برشة كده من الكمون على الفلفل الاسمر على الملح. وبعد كده هنزل بقى عليهم هبتدي ان انا ارص الفراخ في الصينية زي ما انتوا شايفينها يا بنات. ما شاء الله كده انا عندي رصيت الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده انا فاض عندي شويه من التتبيله اللي انا تبلت بيها الفراخ. بعد كده حطيتهم بقى على وش الفراخ كده زي ما انتوا شايفينهم كده من فوق اهي. ما شاء الله جميله، يعني شكلها جميل جدا، وان شاء الله هتجربيها والوصفه هتطلع معاكي ناجحه جدا اهو كده ما شاء الله. بعد كده يا بنات هبتدي بقى ان انا انزل عليها زي 3 معالق كده من الزيت عشان خاطر تدينا لون حلو للفراخ، ويعني الفراخ تطلع متحمرة معانا وتطلع جميلة جدا اهو كده ما شاء الله. يعني ما تكتريش زيت. وبعد كده بقى انا سبتها عندي زي ساعتين او 3 ساعات. وبعد كده هبتدي بقى ان انا احطها على البوتاجاز. طبعا اول حاجة يعني بخلي النار عالية لمدة 5 دقايق كده. بعد لما تنزل ميتها بقى كلها زي ما انتوا شايفينها، انا مش حطيت للفراخ اي مية خالص، الفراخ هي اللي نزلت المية كده زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده هبتدي ان انا هدي عليها النار لغاية لما يعني تنزل ميتها كلها. وما شاء الله الفراخ نزلت فعلا ميتها كلها واستوت معايا وبقت جميلة زي ما انتوا شايفينها، ما فيهاش اي مية خالص. وبعد كده هدخلها بقى الفرن، هتتحمر من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفينها كده، واخدة لون جميل جدا، والفراخ مستوية جدا اهي كده ما شاء الله. وعملناها بكل سهولة وكل بساطة وما خدتش مننا وقت خالص. يعني البصل والطماطم اللي احنا عملناه لصينية الفراخ دي يعني هتاكليه بعيش الاول اهي كده ما شاء الله. عملناها بكل سهولة وكل بساطة، وان شاء الله هتجربيها وهتطلع معاكي ناجحة جدا. لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس.